السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض فانوس من الكرتون. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك. اول حاجه هنجيب قطعه كرتون ونرسم عليها شكل الفانوس ونقصه، وعشان الفانوس مقاساته تطلع مظبوطه معانا لازم الجزء اللي فوق من الفانوس يبقى قد مقاس القاعده بتاعه الفانوس، اما الجزء اللي في النص هيبقى نص المقاس ده. يعني انا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت عاملاهم بمقاس 30 سم، اما الجزء اللي في النص عاملاهم بمقاس 15 سم. هنعمل 4 قطع كرتون بنفس الطريقه. بعد كده هناخد واحدة منهم ونرسم عليها هلال بالشكل ده. وبعد كده هنقص الهلال ده. وعلى فكرة الهلال اللي قصناه ده ما ترموهوش عشان هنحتاجه ان شاء الله في الفيديو الجاي. هنعمل قطعتين بالطريقة دي. اما القطعتين التانيين مش هنعمل فيهم حاجة خالص. هنجيب قطعة من اللي رسمنا عليهم هلال ونلزقها في قطعة تانية من اللي مش عاملين فيها حاجة خالص دي، ونلزقهم في بعض بالسوليتيب. وبعد كده نلزق اللي فيها هلال جنبها واللي ما فيهاش حاجة خالص في الجنب الاخير. وبعد كده هنضمهم على بعض عشان نلزق اخر قطعتين في بعض. كده لزقناه، وكمان لزقنا القاعدة بتاعتنا من جوه ومن بره. ممكن بعد ما وصلنا للخطوة دي نلزق بمسدس الشمع الفانوس كله من جوه. بعد كده هناخد الجزء اللي فوق من الفانوس كمان ونضمهم على بعض وبرضه نلزقهم بالسلوتيب. والهلال اللي عملناه هنلزق برضه عليه بالسلوتيب عشان ما تبقاش المنطقة دي خشنة. بعد كده هنجيب الورق اللاصق بتاع المطبخ. انا كنت جايبه الرول ده ب7 جنيه ونص من عند بتاع الادوات المنزليه، وكمان ما خلصتوش كله طبعا، عملت حوالي نصه. وهنغلف كل الفانوس بتاعنا بالشكل ده. بعد كده هنجيب كيس بلاستيك ونلزقه على الهلال بتاعنا من جوه. انا كده لزقته. بعد كده هنجيب شريط من الفوم ونبتدي نلزقه على الهلال بتاعنا عشان الحواف بتاعته ما تبقاش حاده يعني. ولو مش عندك شريط من الفوم ممكن تعملي شريط من الستان، ممكن تعملي اي حاجه موجوده يعني، ما توقفيش نفسك على حاجه خالص. كده لزقنا شريط الفوم على الهلال كله، وطبعا الهلال اللي في الجنب التاني برضو عملته بنفس الطريقه. بعد كده هنجيب شريط ستان او شريط اورجانزا او شريط او تل او اي حاجه عندك، ونبتدي نلزقها على الاطارات بتاعه الفانوس بتاعنا. انا حبيت اعمل شريط باللون الذهبي. ونبتدي نلزقه على كل الحواف. والجزء اللي فوق هنقص فيه جزء صغير علشان نقدر ندخل منه اللمبه بتاعتنا. وكده شكل الفانوس بعد ما لزقت عليه الاطارات. وانا حبيت اعمل فيه فيونكه من قدام. طبعا في انواع كتير للفيونكات احنا عملنا لها فيديو قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه تحت. وده شكل الفانوس بعد ما نورناه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وكمان تعملوا شير لاصحابكم وتعملوا لايك للفيديو. واشوفكم الفيديو الجاي.